تفاعل غير طبيعي للجمهور مع الموسيقار المغربي الكبير أمين بوتشار بعد تأديته لمجموعة من الأغاني في إحدى صالات العرض بالمغرب، لكن التفاعل الأكبر كان مع الأغنية المصرية جان الهوى، حيث ارتفعت أصوات الجماهير تحت تلويحات المايسترو أمين لتمتزج بنغمات الآلات. لا يأتي الجمهور لحفلات المايسترو المغربي للاستمتاع والاستماع فقط، بل يكون الجمهور فيها هو المغني والمردد طبعا. ولمن لم يشاهد المقطع من الأغنية المصرية من أداء المايسترو أمين لنشاهد الجمهور بشكل كبير مع أغنية عبد الحليم حافظ، مطلقين العنان لمواهبهم، ملهبين مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن السهرة التي كانت ترند هذا الأسبوع. ابن مدينة المحمدية أمين بوتشار هاجر لباريس بعد حصوله على باكالوريا في العلوم الرياضية، وقطع مساره المهني مهندسا للإحصائيات قبل تفرغه لمشروعه الفني الذي يحمل عنوان لا كورال سيفو، أي المرددون هم أنتم. تأسست فرقة المايسترو المغربي سنة 2018 ولم يدخر جهدا في تطويرها ليكون هذا حالها اليوم بضمها لموسيقيين من العيار الثقيل. يقول بوتشار أن فكرة إشراك الجمهور في الغناء مثلت بادرة غير مسبوقة مكنت من خلق الانسجام بينه وبين الأوركسترا والحضور، الشيء الذي يخرج العرض من الرتابة. وهنا لقاء لأمين بوتشار مع قناة CBC المصرية. وجود حضرتك معنا النهارده على الهواء مباشرة وأنت في باريس، أهلا وسهلا بك. مساء النور أستاذ عمرو، شكرا جزيلا على التقديم. أهلا وسهلا. شكرا لك ولطاقم برنامج CBC. واضح إن جالك سيل من الإعجاب بالحفلة، بالأداء، بالحالة، واضح كده. الحمد لله، كثير ما كناش متوقعين صراحة. التجاوب الكبير دليل على الحب المتبادل بين الشعبين المغربي والمصري. وليه الجزء الخاص بجان الهوى او عبد الحليم حافظ هو اللي انتشر بالشكل ده؟ الفيديو جان الهوى كان ليه واحد صدى كبير، واحد تجاوب كبير. اغنيه معروفه عندنا في المغرب اكيد، كيف ما العديد من الاغاني المصريه من اغاني الزمن الجميل، والناس بتغني الاغنيه معاك ومع الموسيقى والفرقه بتاعتك كلها، وكانها بتعزف لاول مره يعني بيترقصوا عليها وكانها لاول مره بتعزف، يعني رقصتهم على عبد الحليم حافظ يعني. الحمد لله. وهذا هو يعني عبقريه بطبيعه الحال، كيف ما ذكرتي، الكلمات محمد حمزه والحان بليغ حمدي طبعا، ففيها واحد سحر خاص. وبطبيعه الحال حتى الفرقه الموسيقيه كنشكرهم، كانوا متالقين في تاديه هذه القطعه. والجمهور ما عنديش تعليق على مدى الروعه والرقي ديالو في هذه الحفله. احنا سعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا، سعداء بالروح الجميله اللي حضرتك اكدت عليها من خلال الحفله اللي انت اقمتها دي وتفاعل الناس معاك مع اغاني عبد الحليم. شكرا جزيلا الموسيقار المغربي امين بوتشار.